السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم تشاهدوا هذا الفيديو ديالنا. اليوم غادي نقدو واحد السندويشه البنات اللي تيجي تبارك الله رائع وسهل البنات، شي حاجه سهله واقتصاديه. دائما نجيب لكم البنات الحاجه اللي سهله واقتصاديه وفي متناول الجميع، واي مبتدئه تقدر ديرها. شي حاجه البنات وتجي زوينه، تيجي تبارك الله مفشفشين ورائعين البنات، لا في المذاق ولا في الشكل ديالهم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ودعمونا بلايك البنات، ما فيها بس اللي يتفرج يدير واحد اللايك، الله يجعله في ميزان حسناته، واشتراك في القناه اللي مازال ما مشترك فضلا وليس امرا، والله يسر امورنا واموركم امور المسلمين جميعا. هنا البنات على بركه الله انا غادي ندير، هنا عندي 3 الكيسان ديال السميده البيضاء، غادي ندير عليها واحد 3 الكيسان ديال الماء يكون البنات دافي، يكون سخون شويه هكا، ماشي بارد وماشي سخون بزاف، باش ترطب لينا هاد السميده، باش ما تبقاش حرشه داك السميده البيضاء البنات، تعرفوها شويه غليظه. وغندوز نطحنها، انا غنطحنها البنات غير باش تسهل عليها هكا العجينه، باش ترطب العجينه ما تبقاش السميده هكا حرشه. من بعد ما رطبناها في الماء شويه 3 الكيسان ديال الماء غادي نطحنها، غنطحنوها مزيان بحال عجناها البنات. صافي غادي نطحنوها مزيان وما تخافوش منها البنات، واخا تولي هكا طالقه، تولي طالقه الخط، ما تخافوش منها. دابا بحال تدلكات مزيان، غادي نزيد واحد معلقه هكا ديال، معلقه كبيره اللي غتخمر ليا، معلقه كبيره ديال الخميره، انا درت هنا 2 صغار، المهم على حسب الجو البنات، الا كان الجو سخون ديروا معلقه صغيره، كان بارد ديروا كبيره. وشويه ديال الملحه، واحد معلقه صغيره ديال العسل ولا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، باش يحمروا لينا هاد الباكيطات السندويتش البنات. العسل ولا سنيده دائما تعطونا اللوين لاي حاجه درناها، الملوي ولا الباكيط. صافي البنات مباشره تندير 3 الكيسان، هنا عندي عاوتاني ديال الفرص. صافي وغادي نعجن دغيا دغيا. دابا العجينه ديالي تقريبا راها مدلوكه، السميده راها مدلوكه في الماكينه، غنزيد ندلكها شويه هكا ديال الفرص يتخلط مع السميده. صافي وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. صافي وغادي نجمع العجينه ديالي. صافي البنات وغادي نغطيها ونخلوها ترتاح شويه، ضروري نخلوها تخمر. هنا غندوز الحشوه البنات، الحشوه ساهله، فيها غير البصله وواحد طريف ديال الدجاج، قطعه ديال الدجاج وشويه ديال الفلفله الحمراء ولا الخضراء اللي عندكم البنات، واحد الحبه ديال الكنور راني دايره معكم في القناه البنات اللي بغى يتفرج فيها، يتفرج في الفيديو ديال كنور. وزدت هنا الزيت اللي غادي نشحر فيه واحد نص كاس، وشويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه السكنجبير، شويه العطريه ديال الكفته، وشويه البصله بودره البنات، شويه الثومه بودره، ولا ما متوفرش البنات بلاش، هي شويه الابزار وشويه الخرقوم وشويه ديال الكمون. صافي كافي، اي عطريه البنات عندكم راها كافيه، ماشي بالضروري يكون عطريه كامله. وغادي نزيد شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق. صافي وغادي نخلط البنات وغنديرهم يتشحروا. ولا عندكم القزبر حبوب مطحونه البنات ديروه حتى هو شويه، نص معلقه صغيره، حتى هو تيجي زوين بزاف. المهم اي عطريه الانسان عنده في دارو غادي يديرها، ماشي بالضروري يدير العطريه هذه كامله. صافي هنا من بعد ما خمر العجين كما شفتوه تبارك الله، نخليوه حتى يخمر. صافي غندوز نشكلو هكا كويرات صغار، غير الكويرات البنات هكا صغار، ونحاولوا يكونوا مقادين باش يجونا الباكيطات ديالنا متساويين، ما يجيش شي كبير وشي صغير. ولا كان العجينه تتلاصق البنات ديروا شويه د الزيت هكا، دهنوا يديكم شويه ديال الزيت، شويه هكا باش ما يلصقش العجينه في يديكم. وصافي غادي نحطهم البنات ونغطوهم باش ما يديروش داك القشره من الفوق، وندوزو نشكلو مباشره. صافي البنات ندوزو نشكلوهم. هنا البنات الحشوه ديالنا ضروري نخلوها تبرد، من بعد ما طابت مزيان تشحرت مزيان ما يبقاش فيها حتى قطره ديال الماء وتكون بارده. صافي غادي ندوزو نطلقوا هاد الساندويتش.
هنا البنات انا استعملت الدلاك ولكن ما نحتاج تستعملوه، صافي انا كملت غير بيدي هكا. العجينه تبارك الله راطبه وزوينه يعني مفروكه، ما تحتاجوش الدلاك، غير تجروها هكا بالطول كما لاحظتوا في الصوره، باش يجينا الباكيت ديالنا هكا طويل على شكل طول. ونديروا واحد القدر ديال الحشوه، داك العماره البنات اللي شحرناها. وهنا البنات بغيتو تزيدوا الفرماج، الا متوفر عندكم فرماج حسن يعني تزيد التعليكه زوينه. ما كانش البنات بلاش، غير هاد الحشوه صافي راه كافيه. انا هنا كان عندي شويه الفرماج زدته حتى هو من الفوق صافي. ونشكل هكا، نجمع ديك الطرفين ديال العجينه يعني صافي. هذا الباكيطه ديالنا راها واجده كما تلاحظوا البنات. انا نعاود معكم الاخرى بحال هذا الشكل هذا البنات، غير نجبدوا العجينه هكا الطول ونديروا القدر ديالنا ديال العماره اللي شحرناها. ساهله البنات هذا الساندويتش هذا. والعماره البنات يمكن لكم تعمروا باي حاجه، يمكن لكم ديروا الطون، يمكن لكم ديروا الكبده ديال الدجاج، يمكن لكم ديروا الكاشير. ولكن الكاشير البنات من الاحسن ما نتفاداوه، الكاشير ديال الزنقه الا كان عندكم مصيف في الدار على يديكم. ممكن لكم البنات ديروا غير الخضره هكا، القرعه الخضراء، وديروا المكور وتشحروا كل شيء، واخا ما ديروش الدجاج. المهم العماره البنات اللي الانسان باش ما بغى تيعمر صافي البنات كما تلاحظوا على هذا الشكل هذا. تيجوا غير صغارين هكا وصافي. من بعد ما شكلتهم كاملين البنات غادي نخلوهم يخمروا شويه، ضروري نخلوهم يخمروا، غادي نغطوهم ونخلوهم يخمروا. ومن بعد البنات ما تيخمروا يطلعوا شويه تندوزو نشرطوهم بواحد المسكه ماضي، ضروري يكون ماضي باش ما يخسر ليناش الساندويتش ديالنا. باش غير ندوزو هكا شريطه صافي تتشرط صافي. انا هنا دهنتهم بالبيض، بواحد البيضه البنات، صفار البيضه ولا البيضه كامله خلطوها. ولا ما بغيتوش البنات دهنوهم راهم حتى هما تيجوا زوينين، انا غير دهنتهم هكا باش في التصوير يجوني اللون ديالهم زوين. وما هما واخا ما دهنهمش بالبيض. وصافي البنات دخلوهم الفران يكون سخون مزيان يطيبوا بحال الخبز. ملي دخلوهم الجهه الفوقانيه ملي يحمروا تشوفوهم حماروا البنات ضبطوهم لتحت، ودغيا تيحمروا لتحت عاوتاني ما تغفلوش عليهم. وتاجوا تبارك الله راطبين البنات، ودغيا الحمد لله تيتقدوا البنات، ماشي شي حاجه صعيبه. وتيجوا عامرين تبارك الله من الداخل، وذاك الفرماج هو تيزيد يعطيهم التعليكه. ونتمنى الفيديو يعجبكم البنات، وسلامه حتى نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.